السلام عليكم برقم ايه. حابب اتكلم في الفيديو ده معاكم على رساله عايز اوصلها لمجلس اداره نادي الزمالك. يعني اتعودنا منكم في ملفات كتيره جدا على الصمت وضياع حقوق نادي الزمالك، وفي مواقف كتيره جدا كان منها قصه انسحاب الاهلي، كان منها قصه التحكيم مع الزمالك، كان منها قصه الاعلام ومناولته دايما للزمالك ولاعيبته. لغايه ما جه الوقت خلاص ان دلوقتي في كلام عن عن تخصيص ارض جديده للزمالك واستمرار سحب الارض من النادي. فاحنا لغايه دلوقتي ما شفناش اعلام قوي من قناه نادي الزمالك او من اعلاميين نادي الزمالك، او رد قوي من مجلس اداره نادي الزمالك على البيان بتاع وزاره الاسكان امبارح. فلعله خير، يعني يكون مجلس اداره الزمالك بيحضر لبيان قوي جدا للرد على كل الكلام اللي اتقال في بيان وزاره الاسكان وتخصيص ارض جديده لنادي الزمالك، او عمل مؤتمر قوي من مجلس اداره نادي الزمالك. المفترض بقى النهارده بعد الماتش يكون في مؤتمر قوي لمجلس اداره الزمالك يقول فيه يرد فيه على بيان وزاره الاسكان. ومن المفترض ان يكون في حلقات قويه تتم تباعا بدءا من النهارده عقب مباراه الزمالك وفاركو اعلاميين نادي الزمالك ورموز نادي الزمالك، ويكونوا متواجدين كلهم في القناه بشكل استمراري ليردوا على بيان وزاره الاسكان والمطالبه برجوع ارض نادي الزمالك للجماهير وللنادي، عشان حتى تستمر العمليه البنائيه في النادي. زي ما قلنا امبارح في الفيديو ده امبارح، انتوا شفتوا طبعا حلقه احمد موسى في قناه صدى البلد او حلقه ابراهيم فايق. الناس جابوا بالادله ان الزمالك موقفه سليم جدا جدا والدنيا تمام، وان جه موافقات من وزاره الاسكان على المشروع بالطريقه دي. فما بالك ان احمد موسى اتكلم في قناه صدى البلد على حق الزمالك، وابراهيم فايق اتكلم في القناه في القناه بتاعته او البرنامج بتاعه على حق الزمالك في الارض. فليه السكوت التام ده من قناه نادي الزمالك ومن اعلاميين نادي الزمالك؟ وفين رد مجلس اداره نادي الزمالك على البيان؟ فمنتظرين رد قوي جدا من مجلس اداره نادي الزمالك على بيان وزاره الاسكان، ومنتظرين او مؤتمر قوي للرد على بيان وزاره الاسكان والمطالبه او التمسك بالارض الخاصه بنادي الزمالك.